من أطيب الكيكات القريبة على قلبي كيكة الجزر بالجوز والقرفة أو الدارسين، كلش طيبة. أنا أعتبرها خريفية وشتوية بنفس الوقت، فتعالوا اليوم نحضرها أنا وياكم سوية. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ أخباركم؟ صحتكم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل خير وصحة وعافية وأنتم تشوفون كيكتنا لهذا اليوم. كلش سهلة التحضير وكلش طيبة، وصدقوني راح تاكلون أصابعكم وراها وراح تقولون ليش ما مجربيها من الأول. المكونات مالتها سهلة وموجودة بكل بيت. مكوناتها أنا أعتبرها خريفية لأن مليانة جزر وقرفة وهاي الحبشكلات، فخلينا نتابع ونقول بسم الله. المواد اللي راح تحتاجوها هي 4 حبات من البيض، 4 حبات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، إذا بالثلاجة طلعوها قبل بساعة حتى تصير بدرجة حرارة المطبخ. 4 حبات كبيرة. راح تستخدمون أيضا 2.5 كوب من الطحين المنخول الخاص بالكيك والمعجنات، 1.5 كوب كامل من السكر، وياهم 3/4 كوب من الزيت النباتي. راح أزيد عليهم 1 كوب كامل من بروش جوز الهند، وأنا استخدمت الخشن لأن يكون دسم وطيب. 1 كوب كامل من الجوز كسرته حتى يتوزع بالكيكة. مغلف كامل من الفانيلا، وممكن تستخدمون أيضا السائلة أنتم براحتكم. 3/4 ملعقة صغيرة، يعني ملعقة كوب احنا نسميها من البيكنج باودر، ملعقة كوب من القرفة، ملعقة طعام من خل التفاحة والخل الأبيض، ونصف ملعقة صغيرة من الصودا. عندي هنا كوب كامل من الحليب السائل، أيضا يكون بدرجة حرارة الغرفة لا مغلي ولا بارد. هنا استخدمت تقريبا 5 حبات جزر برشتها، يعني ما يعادل تقريبا 2.5 كوب. راح أبلش بسم الله أسوي الكيكة. أول شيء خليت حبات البيض، راح أزيد عليها الفانيلا، إذا عندكم سائلة ممكن تستخدمون ملعقة طعام من السائلة. ضفت عليها أيضا الخل، وراح أضيف السكر دفعة واحدة حتى أبدي بالخفق. الخفق لازم يكون عندكم خفاقة أو خلاط أو أي جهاز كهربائي. أنا أريد الكثافة مالت البيض يعني يتكثف، تطلع الرغوة مالته ويزيد حجمه ويا السكر. دائما ميلوا الكاسة عندكم وخفقوا بهذا الشكل، تعطيكم نتيجة تدخل هواء وتنفش الكيكة بصورة كلش روعة. هنا بديت أضيف الزيت، وراح أضيفه على دفعات شوية شوية مع الخفق المستمر. أنا هنا صار لي تقريبا 5 دقائق دا أخفق، يعني مستمرة، ما طفيت الخلاط أو الخفاقة أبد. ضفت الحليب، وهسه راح يرجع السائل اللي خليته تصير عندي بشكل سائل بعد ما كان عندي كثيف تكثف من ضفت الزيت. هنا راح أترك الخفاقة وراح أبدي أضيف بقية المواد. ضفت البيكنج باودر، وراح أضيف القرفة، وراح أضيف الجزر وباقي المواد اللي هي المبروش والجوز أيضا، وأبدي هنا أخلط بأي سباتولا أو ملعقة خشبية بعد ما أستخدم الخفاقة. وبعدني بهاي المرحلة بدأت تصعد الروائح عندي وريحة القرفة عبت البيت. طبعا لازم تسوون هاي الكيكة يا جماعة. هسه راح أعيد نخل الطحين مرة ثانية، أنا نخلته بالأول بس راح أعيده مرة ثانية حتى أضمن ما بيه أي تكتلات وحتى الكيكة مالتي تطلع مضبوطة. الطحين راح أضيفه أيضا دفعة واحدة، وأخلي وياه البيكنج باودر شوية شوية منا ومنا. أنا هناك ضفت الصودا لما ضفت القرفة، وهسه ضفت البيكنج باودر شوية شوية بالتزامن راح نضيفهم. وبعدين نبدي أيضا ملعقة خشبية أو سباتولا بتقليب، والتقليب مالتكم لازم يكون بجهة واحدة، يعني ما يصير مرة تودون يمين مرة يسار، تستخدمون بجهة واحدة، إما من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. خليته بقالب مدهون بالزبدة، وراح أخليه بالفرن درجة حرارة 180 تقريبا 3/4 ساعة. راح تكون جاهزة عندكم الكيكة ومنفوشة ودنفوشة بهذا الشكل، وريحتها عبت البيت، خلت سابع جاري يجي يقول شنو هاي الريحة اليوم عندكم. أنا الكيكة هنا حبيت أضيف عليها صوص أبيض، ممكن أنه تجهزون هذا الصوص، أنه تخلطون كوب كامل من السكر البودرة ويا ملعقتين أو 3 طعام من الماء البارد أو الليمون، أنتم براحتكم حسب ما تحبون. هنا هذا الكيكة مالتنا اليوم صارت جاهزة، ولازم تجربوها أكيد. أنا متأكدة راح تجربوها، لأن هسه موسم الخريف يشجع أنه يكون عندنا العصرية، فقطعة كيك حنينة على القلب مثل هذه مليانة مكسرات ومليانة جزر. فإذا حبيتوا الطريقة وجربتوها ارسلوا لي صوركم على الانستغرام، راح أخليكم الانستغرام بصندوق الوصف. دمتم في رعاية الله وحفظه.